السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده المطبخ سري هنقدم لكم الكشك، وهعمل جنبي ملوخيه وبتنجان. واحده واحده هنقول لكم على الخطوات. انا جبت بصلايه عندي وخليتها حطيتها زيت وخليتها باللون الذهبي كده زي ما انتم شايفين. معلش انا عملتها قبل ما ابدا اصور طبعا. وفي نفس الحله اللي انا عملت فيها البصله هضيف شوربه الشوربه ونص كوبايه رز انا غسلتهم كويس وصفيتهم. هبدا بقى انزلهم على الشوربه كده كلهم. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا الرز كوبايه الشوربه اللي حطيتها مع نص كوبايه رز. طبعا زي ما انتم شايفين كده هبدا بقى ايه يعني اخليها تستوي معايا خالص عشان ابدا احط اللبن بتاعي، وبعد كده هضيف عليهم معلقتين دقيق. طبعا اهو هستنى شويه كده لغايه ما احس ان هي استوت وابدا احط اللبن معايا. خليكم معايا. وبعد ما خلاص كده حسينا ان الرز خلاص استوى هضيف عليه كوبايه اللبن بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وبعد كده هضيف بقى ده نص كوبايه، يعني مش نص كوبايه لبن بالظبط، هو ربع كوبايه لبن، وانا حاطه عليه معلقتين دقيق. طبعا اللي حابب يضيف نشا، يعني في ناس بتحط نشا يعني دي حاجه بقى اختياري. النشا او الدقيق ده حسب يعني الناس اللي حابه. طبعا انا هفضل اقلب كده، هستمر في التقليب ومش هخليه يتقل معايا خالص، وابدا اقفل بقى النار عليه اول ما احس ان هو بقى زي بالظبط رز بلبن كده. انا اصلا مش عايزه اخليه معايا يعني عشان ما احسش بكلكع. طبعا انا خلاص قفلت النار. انا عايزه السمك كده يبقى حلو. تمام كده. انا هقول لكم سريعا انا عملت ايه. احنا الاول انا حمرت البصلايه بتاعتي تمام في سمنه اوكي، وخليتها معايا باللون ذهبي كده بالشكل ده. وهنا بقى رحت حاطه على طول كوبايه وربع الشوربه بتاعتي، وحطيت طبعا مرقه دجاج على الشوربه بتاعت الفرخه تمام كده. ورحت ضايفه نص كوبايه رز بتاعتي وبعد كده بقى رحت حاطه كوبايه اللبن بتاعتي عشان لازم الكشك بيتعمل بلبن معروفه يعني. طبعا انا حاطه الملح بتاعي والبهارات كله والفلفل وكل حاجه حطاها انا في الشوربه بتاعتي. طبعا انا طلعت معايا كده، هبدا بقى احطها في الاطباق. خليكم معايا. رجعنا لكم تاني. طبعا انا دلوقتي هغرف قدامكم الكشك بتاعي عشان اوريكم السمك بتاعي وصل لغايه فين. بسم الله الرحمن الرحيم. حط في الطبق. طبعا انا هوريكم ازاي حطيت الحاجه في الطبق. طبعا انا نفسي فيه جدا، قررت بقى اعمله واصوره عشان انا بقالي فتره ما طلعتش صورت حاجه معاكم، فقررت النهارده اطلع اعمل الكشك واصوره بقى عشان تشوفوه معايا اهو. انا حطيته كده اهو في الطبقين بتوعي اللي عندي. هبدا بقى احط التقليه بتاعتي. نعمل كده شكل عشان انا بحب جدا اعمل شكل اهو. اهو كده. والطبق التاني برضو نفس القصة اهو الشكل ده اهو. طبعا انا اهو عملت طبقين كشك معاكم، وطعمه بقى انا دقت طعمه حكاية بجد. وهبدأ بقى دلوقتي اقلي البتنجان واخليكم برضو معايا والملوخية، وبرضو هوريكم الفرخة اللي انا عملتها جميلة. خليكم معايا. طبعا انا دلوقتي بقلي البتنجان بتاعي، وعملت حضرت الثوم والخل والشطه عليه. هقليه بقى زي ما انتم شايفين كده. ولازم الكشك جنبيه بتنجان على طول، معروفه دي. بعمل الطشه بتاعه الملوخيه، وخلاص عندي الملوخيه عملتها بالشوربه خلاص. هبدا بقى احمر الطشه بتاعتي
طبعا الطشه معايا اتحمرت اهي. نجيب بقى الملوخيه. بسم الله. الريحه رائعه 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 بتاعت الملوخيه بجد، ولونها اخضر جميل، والريحه بقى ايه بجد لا تقاوم. لكم تاني طبعا بعد ما انا قليت الفرخه بتاعتي في الزيت، وادي الملوخيه الرائعه الجميله والكشك الخطير وبتنجان اللي احنا عملناه. دي كانت اكلتنا النهارده بجد. انا كان نفسي جدا في الاكله دي، يعني انا مبسوطه جدا وانا بعملها، والريحه لا تقاوم بجد. رجعت لكم تاني. طبعا النهارده دي كانت اكلتنا. انا عايزه بقى رايكم في الاكله بتاعتي دي، وهحط لكم كل حاجه في صندوق الوصف. طبعا المواعين ورايا هايله حتى مش عايزه اجيبها. بجد دي كانت اكله النهارده، ودي كانت نفسي فيها جدا بجد، يعني مش قادره اقاوم بجد. هاكل دلوقتي صوتكم الكشك اشوف طعمه ايه. بسم الله. حكايه بجد بجد. جربوا الاكله دي جميله جدا. يا رب تكون عجبتكم. متنسوش بقى لايك وشير. باي باي.